اهلا اهلا، ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال يا رب. اهلا وسهلا بيكم في يوم جديد وروتين جديد من يوميات ايمي وسمي. النهارده هنعمل مع بعض نيوتيلا في البيت بطريقه سهله وسريعه وبسيطه. كل مكوناتها موجوده في البيت تقريبا، مش هتشتري اي حاجه من بره. عايزه لايك جامده منك للفيديو وخلينا بسرعه نبتدي. علشان اعمل النيوتيلا معايا كوباية من السكر البودرة المطحون والمنخول، معايا 6 معالق كبار من الكاكاو الخام، معايا نص كوباية من الزيت، كوباية من اللبن، وكيسين نسكافيه بندق 3 في 1، ولازم يكون بطعم البندق لان هو ده اللي بيدي الطعم الحلو للنيوتيلا بتاعتنا. كل المكونات دي انا هحطها في الخلاط ما عدا الزيت، هنزله بالتدريج. يعني هحط كوباية اللبن، هحط كمان كوباية السكر البودرة. طبعا لو ما عندكيش سكر بودرة في البيت ممكن تجيبي كوباية سكر من العادي الحبيبات وتطحنيها في المطحنة. يعني ما توقفيش نفسك على حاجة معينة. وكمان هحط الكيسين بتوع النسكافيه، وهحط 6 معالق كبار من الكاكاو الخام. عايزه اقول لكم ان النيوتيلا بالطريقه دي ما تفرقيهاش عن النيوتيلا الجاهزه اللي انت بتشتريها من بره، بل بالعكس دي بتكون احسن وانضف، لان ما بيكونش فيها طبعا ولا مواد حافظه ولا مكسبات طعم وريحه. هحط اهو كمان النسكافيه البندق بتاعي، وهبتدي ان انا اضربها في الخلاط لغايه القوام بتاعها ما يتقل. هبتدي بقى دلوقتي ان انا اضرب المكونات كلها في الخلاط ما عدا الزيت. الزيت انا هبتدي انزله بالتدريج علشان النيوتيلا بتاعتي تبتدي تتقل وتاخد القوام الحلو. عايزه اقول لكم بقى انا ايه اللي خلاني اجرب ان انا اعمل النيوتيلا في البيت. اولا انا كنت بشتريها جاهزه، بس للاسف كنت بجيبها جاهزه بتبقى ناشفه جدا. اولا لازم تتحط بره التلاجة، فاحنا كنا بنسيبها بره التلاجة في الشتاء. فبرضو كانت عشان الجو بيكون برد وكده ما بنعرفش نفردها في السندوتشات. فلقينا ان الفكرة بتاعتها مش ظريفة قوي. فاللي بتتعمل بقى زي ما احنا شايفين كده في البيت، بيكون القوام بتاعها كريمي. كمان بتنفع ممكن تزيني بيها الكيكات. ممكن تستخدميها كصوص للشوكولاتة على اي كيكة، بتبقى جميلة قوي. انا حطيتها في علبة النيوتيلا القديمة وغطيتها وهدخلها التلاجة. ودي كده كانت الفكرة البسيطة معانا النهاردة. ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناة. باي باي.